السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطة جهنمية وضعتها الكاف لتوقف منتخب الجزائر من الدور الثاني وتمنعه من التأهل للدور الربع النهائي. الخطة من صنع البشر، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لسنا ندري هل منتخبنا الوطني بإمكانه أن يجتاز الدور الثمن النهائي أم لا، ولكن الكاف في 27 جونفي 2025 لما أجريت عملية القرعة وضعوا خطة جهنمية للمنتخب الجزائري حتى يتم إيقافه في الدور الثمن النهائي. هذه الخطة هل تم التفطن إليها في وقتها أو بعد ذلك، أم لحد الساعة لم يتم التفطن لها؟ الله أعلم. راح نعطيكم طريقة اللي داروها ونخليكم وحدكم تكتشفوا بأن الخطة كانت مدروسة، وهذاك اللي كان يرفد في هذوك البولات ويجبد في الأسماوات إن شاء الله بربي يجي وقت ويقول الحقيقة والسر اللي خلاه يرفد البولة اللي مكتوب فيها الجزائر ويضعها في الوعاء رقم 5. الآن راح نعطيكم واحد الحسابات اللي دارتهم الكاف واللي خرجت فيهم وين خلات المنتخب الوطني الجزائري الوحيد اللي في حال تأهله للدور الثاني وهو يحتل المرتبة الأولى يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. الثاني ما يلعبش مع الثالث، يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. يعني يا نلعبوا مع السنغال يا نلعبوا مع الكونغو الديمقراطية. هذا إذا احتلينا المرتبة الأولى في المجموعة نتاعنا. أما إذا احتلينا المرتبة الثانية في المجموعة نتاعنا نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الأولى في مجموعة الكوت ديفوار الكاميرون. يعني ما كاش كيفاش نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الثالثة. حسابات جهنمية. والآن نعطيكم المنتخبات الأخرى والمجموعات الأخرى كيفاش داروا لهم التخطيط في الدور الثمن النهائي، كيفاش يلعبوا مع منتخبات متواضعة. نبدأ بالمجموعة الأولى نتاع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي إذا احتل المرتبة الأولى في مجموعته عكس المنتخب الجزائري، ما يلعبش مع صاحب المرتبة الثانية، يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة. شكون هذا صاحب المرتبة الثالثة الذي يلعب معه المنتخب المغربي؟ أولا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة اللي فيها نيجيريا وتونس. يعني المغرب إذا تأهلت في المرتبة الأولى تلعب يا إما مع تنزانيا أو أوغندا. منتخب من هذا الزوج اللي يحتل المرتبة الثالثة يلعب مع المنتخب المغربي، أو في حالة أخرى تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة. دائما مع صاحب المرتبة الثالثة، ما تلعبش مع صاحب المرتبة الثانية كما الجزائر. تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة مع البنين أو مع بوتسوانا. في الحالة الثالثة تلعب دائما مع صاحب المرتبة الثالثة. إذا ما لعبتش مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة أو في المجموعة الرابعة تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة بين السودان وغينيا الاستوائية. المنتخب المغربي عطاوله 3 احتمالات: يا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة نتاع المجموعة الثالثة، أو صاحب المرتبة الثالثة تاع المجموعة الرابعة، أو صاحب المرتبة الثالثة تاع المجموعة الخامسة. يعني المغرب فرشولهم بساط أحمر، ما كاش كيفاش يلعبوا مع صاحب المرتبة الثانية في مجموعة من المجموعات الأخرى. بينما الجزائر إذا احتلت المرتبة الأولى تلعب مع صاحب المرتبة الثانية في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. إذا احتلت المرتبة الثانية تلعب مع الأول في مجموعة الكوت ديفوار الكاميرون، اللي كلاسي منهم الأول الكاميرون أو الكوت ديفوار هو اللي يلعب مع الجزائر. إذا الجزائر احتلت المرتبة الثانية الجزائر تلعب مع صاحب المرتبة الثانية فقط. تبعوا مليح. المغرب بني عطيتها لكم مع من تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة، هي اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة، أو اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة، أو اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة. نروحوا للمجموعة الثانية اللي فيها مصر وجنوب إفريقيا، اللي يحتل فيها المرتبة الأولى تلعب مع اللي يحتل المرتبة الثالثة مجموعة المغرب. تبقى بين زامبيا، جزر القمر أو مالي. أو احتمال ثاني تلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة مع تنزانيا أو أوغندا. الاحتمال الثالث
اللي يحتل المرتبة الأولى في مجموعة مصر جنوب إفريقيا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى أو في المجموعة الثالثة أو في المجموعة الرابعة. يعني اللي يحتل المرتبة الثالثة في مجموعة من هذه المجموعات هو اللي يلعب مع مصر أو مع جنوب إفريقيا. وشكون هذه المنتخبات اللي تحتل المرتبة الثالثة في هذه المجموعات؟ ممكن زامبيا أو جزر القمر، تنزانيا أو أوغندا، السودان أو غينيا الاستوائية. يعني هنا مصر أو جنوب إفريقيا اللي تحتل منهم المرتبة الأولى هيش رايحة تلعب مع منتخب آخر اللي يحتل المرتبة الثانية كما الجزائر. نروحوا للمجموعة الثالثة اللي يحتل المرتبة الأولى بين نيجيريا وتونس، نفس الشيء يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة، سواء اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى تاع المغرب وتبقى بين زامبيا وجزر القمر، أو اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية نتاع مصر وجنوب افريقيا يعني زيمبابوي او انغولا، او اللي يحتل المرتبه الثالثه في المجموعه السادسه الموزمبيق او الغابون. في كل الحالات اللي يحتل المرتبه الاولى في مجموعه نيجيريا او تونس يلعب مع منتخب اللي يحتل المرتبه الثالثه في مجموعه من المجموعات الثلاث اللي رانا ذكرناها لكم. يعني نيجيريا وتونس اللي يحتل منهم المرتبه الاولى ما راحش يلعب مع منتخب اخر اللي يحتل المرتبه الثانيه في مجموعه اخرى، مثل ما هو الشان بالنسبه للمنتخب الجزائري. نروحوا للمجموعه الرابعه اللي فيها السنغال والكونغو الديمقراطيه. احنا اذا احتلنا المرتبه الاولى نلعبوا مع اللي يحتل المرتبه الثانيه في هذه المجموعه، هي السنغال هي الكونغو الديمقراطيه. ولكن اللي تحتل منهم المرتبه الاولى السنغال او الكونغو الديمقراطيه ما تلعبش مع اللي يحتل المرتبه الثانيه في مجموعه اخرى، تلعب مع اللي يحتل المرتبه الثالثه في مجموعه اخرى. الاحتمال الأول السنغال والكونغو الديمقراطية تلعب مع اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى، يعني زامبيا أو جزر القمر. والاحتمال الثاني تلعب مع اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة، يعني السودان أو غينيا الاستوائية. والاحتمال الثالث تلعب مع اللي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة السادسة، الموزمبيق أو الغابون. يشوفوا هذا التخطيط الجهنمي اللي دارته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باش المنتخب الجزائري يلزم يخرج من الدور الثاني. إذا احتل المرتبة الأولى يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال أو الكونغو الديمقراطية، زوج منتخبات ما عندنا ما نقولوا عليها. وإذا احتل المرتبة الثانية المنتخب الجزائري يلعب مع الكاميرون أو مع الكوت ديفوار، مع اللي يحتل منهم المرتبة الأولى. يزيدوا يعاونوهم بالتحكيم، وراكم شفتوا واش صرا في المقابلة الجزائر بوركينا فاسو، والتحكيم الفاضح للثلاثي دانيال لاريا من غانا وزاخلي سيويلا من جنوب افريقيا وسورو باتساوني من اللوزوتو. الانذار اللي مدوا بالناصر اللي يستحق بالناصر انذار. راكم شفتوا الخشونه اللي كان يلعب بها منتخب بوركينا فاسو، الحكم ما حماش اللاعبين تاعنا، اعتداءات بالجمله، ولا مره تدخل باش يحمي اللاعبين تاعنا. اللقطه اللي الحارس زيدان لما مسك الكره وين حسب له ل8 ثواني ومد ركنيه المنتخب بوركينا فاسو، قانون واضح وضوح الشمس. وفي لقطه كيما هذيك النهار اللي الحارس يحكم الكره، الحكم واش يدير؟ يحسب في قرارة نفسه 8 7 6، ومن بعد واش يدير القانون؟ واش يقول؟ يرفد يده، الحارس يكون يشوف فيه ويبدا يحسب 5 4 3 2 1، ومن بعد يصفر الركنيه. هذه ما دارهاش الحكم، خلاص حب يمدلهم ركنيه هديه من عنده. وعاودوا شوفوا اللقطه وتتاكدوا من الكلام اللي راني نقول لكم فيه. اذا هنا يديروا المستحيل باش المنتخب تاعنا يوقع مع منتخب كونغو الديمقراطية، مع المنتخب تاع الأمين العام للكاف، أكبر فاسد. وكي نقولوا الكاميرون تعرفوا الكاميرون وتعرفوا الكوت ديفوار وتعرفوا السنغال. هذه الخطة الجهنمية هذه وقعت يوم 27 جانفي 2025، ولكن شكون اللي ينتبه لها؟ هنا بيت القصيد. إن شاء الله ما زالت الأيام طويلة، وهذاك اللي رفد هذه البيضة وجبد منها اسم الجزائر إن شاء الله يجي نهار ويهدر ويكشف الحقيقة ويقول كيفاش باش يجبد اسم الجزائر وداروا في الوعاء رقم 5. إذا تشوفوا بأن الكاف هذه الهيئة اللي تسير فيها عصابة كيفاش راهم يخدموا ضد المنتخب الجزائري. أنا ما رانيش مأمن باللي منتخبنا يقدر يدي كاس أفريقيا في المغرب إلا إذا حدثت معجزة.
في حفل الافتتاح. إذا راكم شفتوا العالم الجزائري لما داروا هذيك الكأس في وسط الميدان، العالم الجزائري من بين 24 عالم كانوا دايرينو مور الكأس وما وراوناش العلم تاع الجزائر. هذا العلم تاع الجزائر ما قدروش يوريوه لنا في التلفزيون، فما بالكم غدوة ندو كأس افريقيا ويجي محرز يرفد الكأس ويسلمها له ولي العهد المغربي؟ مستحيل. وكان يعرفوا هذه كأس افريقيا يحبسوها في الكاردو فينال ولا في الدومي فينال، ولا لحقنا لا فينال اللي كانوا يسبوا يحبسوها في لاميطون يديروا كارثه يحبسوها. المهم المنتخب الجزائري ما يديهاش. حسابات جهنميه من نهار بدات عمليه القرعه الى يومنا هذا. نزيد لكم الاكثر من هذا. مراقب الحكام، داروا لنا مراقب الحكام الكاميروني إيفاريست مكواندي في اللقاء الاول اللي فزنا فيه امام السودان. اللقاء الثاني شكون داروا لنا مراقب الحكام؟ نفس المراقب إيفاريست مكواندي، وهو عضو في لجنه التحكيم في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. على خلاصوا المراقبين باش ديروا لنا نفس المراقب، لان هذاك المراقب واش الدور تاعو يعطي الامان للحكام. ديروا واش تحبوا، راني هنا نحميكم. ما يسيبوش واحد كيما هذا اللي يحمي لهم هذا الحكام. واش داروا لنا في عمليه القرعه؟ كل المنتخبات في المجموعات اللي فوق منا الأربعة، المنتخب اللي يحتل المرتبة الأولى يلعب مع منتخب اللي يحتل المرتبة الثالثة في مجموعة أخرى، إلا الجزائر إذا احتلت المرتبة الأولى تلعب مع منتخب اللي يحتل المرتبة الثانية، وخيرونا السنغال والكونغو الديمقراطية. وإذا احتلينا المرتبة الثانية اختارونا نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الأولى بين الكوت ديفوار والكاميرون. أما بقية المنتخبات الأخرى كلهم الأول يلعب في الثمن النهائي مع منتخب اللي يحتل المرتبة الثالثة في مجموعة أخرى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شكرا لكم على هذه المتابعة. بارتاجيوا هذا الفيديو باش الناس تعرف الحقيقة. كونوا في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.